السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات وأفكار في كوزينتي. واش عمركم ما جربتوا طاجين محمر بدون طماطم من قبل؟ اليوم جبت لكم وصفة اقتصادية سهلة وبمكونات بسيطة تلقاوها في كل دار، والنتيجة بزاف بنينة. ما تروحوش وتابعوا معايا حتى النهاية باش تشوفوا النتيجة. نبدو على بركة الله. بسم الله. في البداية حطيت المورسو تاع اللحم في الكوكوت، وبصراحة هذا هو المورسو التالي اللي بقالي من العيد، قلت ندير به هاد الوصفة ونشاركها معاكم. ومن بعد نزيد 4 مغارف كبار زيت ومغرف صغيرة زبدة. وفي هذه المرحلة نقلي اللحم مليح، وبعدها نزيد له حبة بصل متوسطة اللي كنت رابيتها من قبل. أنا هنا استعملت البصلة الحمراء، وانتوما إذا كان عندكم البصل الأصفر استعملوه، راح يمدلكم ذوق شباب للمحمر. في هذه المرحلة نسيو نقلو البصل، ثم نضيف له 3 فصوص ثوم رابي، ونبقى نحرك ونقلي في البصلة والثوم مليح مع اللحم حتى تذوب مليح البصلة والثوم يذبل. نكمل نحط مغرف صغيرة ملح ونزيد توابل. هنا درت نص مغرف صغيرة فلفل اسود، ونص مغرف صغيرة سكين جبير، ونص مغرف صغيرة كركم، ونص مغرف صغيرة فلفل أحمر، وربع مغرف صغيرة كبابة مطحونة، ونص عود قرفة، ومع نجمة الأرض. ونضيف ربع مكعب جامبو اختياري، هنا اللي بغات ديره واللي ما بغاتش تستغنى عليه. وانا في هذا المحمر ما درت فيه لا طماطم مصبرة ولا تاع الحبة، وهكذا وجاء اكثر من رائع. غير تبعوني وراح تنجحوا فيه. نحرك غاية ونقلي مليح، وهذا هو السر تاع المحمر، يبغي يتقلى مليح والبصل يدمال ويبغي يطيب على مهله. في هذه المرحلة كنت نمرق بالماء غالي أو سخون قد ما يتغطى قد ما يتغطى اللحم فقط، ما تكتروش كمية الماء بزاف. أنا هنا دات لي حوالي 2 كيسان ماء. نبلع على كوكوط ونخليه يطيب على نار متوسطة حتى يطيب اللحم. وفي هذا الوقت رحت نجرت البطاطا تاعي وقطعتها بهذا الشكل. هنا البطاطا قطعوها شويه غليظه، ماشي كيما البطاطا تاع لي فريت، لاني هنا انا بغيت نرافق بيها الطاجين المحمر. وبعد ما طاب طاجين المحمر اللي كان ندالي 45 دقيقه، حل عليه لا كوكوط ونخلي المرق يعقد ويتحمر. وفي الاخير حبيت نشارك معاكم كيفاه كنت نحط في المرق في الطبق باش تشوفوا شعال جات خاثره وعاقدة، بالرغم من أني ما درت فيها لا طماطم حب ولا مصبرة، وجات بنينة عسل. وها هو طاجين المحمر تاعنا في صحن تقديم بعد ما كنت قدمته مع البطاطا المقلية. صدقوني غير جا بنين بزاف. وإذا راكم حابين تنقصوا من طماطم في ماكلتكم، ما عليكم غير تجربوا هاد الوصفة. في الأخير ما تنساونيش بالجيم وتشتركوا في القناة، وخلوا لي رايكم في التعليقات. ومع السلامة.